يا مساء الخير، يا مساء الفل والياسمين، يا مساء المحبة والسلام. كيفكن أصدقائي؟ أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعوني مع فيديو جديد من أميمة لايف ستايل. الفولية من الأكلات الربيعية، كلنا بننطر هالفصل لحتى نجيب الفول الأخضر ونطبخه كفولية. أما بالنسبة للحب كمان بننطر هالفصل لحتى نعمل رز بفول، ومو بس طبخة، كمان سندويش الفول. هلا عم صوركم احداث سريعه. هون كنت عم صوركم فيديو تبع المحشي وحبشتكاته اللي قبل هاد، وبعد ما قطعت الفول طلعت لقيته قليل ما بيحرز انه قلي، فقلت يلا بطلع. وعندي اللي طلعت خطر على بالي اطلع على مشوار كتير كتير حلو، فبنية الطلعة مشان اجيب كمالة الفول، يعني اجيب فوقه كيلو او نص كيلو لحتى يكتر شوي، انت طلعت هالمشوار. ولو اني مأمنة يعني على الفولية اللي تركتها بالبيت، حطيت لها مي ورشة ملح ليمون مشان ما يصير الفول اسود. الفول يلي بجيبه لأطبخه نصه بيتاكل على خبزة ملح وكمون، والنص الثاني اذا ضل كتير منيح. يعني انا هون اكتشفت انه انا بنت امي عن جد. امي الله يذكرها بالخير كانت اكلتها المفضلة هالاكلة. كنا نروح لعند اختي على بيتها، كان هيك بالريف، وفي عندها هيك زرعات زارعة فول كمان، تاخد خبز وتاخد ملح وكمون وتقطف وتحط وتاكل. أطيب أكلة تكون. لا، والخبز يكون خبز تنور كمان، وكل شيء من الطبيعة. ويعني هي مو عندها زرع، هي عندها أرض. فيا محلى هديك الأيام، يا ريت يرجع هالزمن وبيكون ألف خير من الله. وهلا رح أحكي لكم عن هالمشوار الحلو شو خطر على بالي أروح عليه. مرة من المرات ابني سهي بالباص وضل ماشي الباص وما نزل بالموقف يلي قريب من منطقتنا، فضل الباص ماشي لقدام، فنزل بنهار. طلع المنطقة كتير حلوة كأني طريق سفر، ووقت اللي اجى ابني قال لي ماما المنطقة بتجنن كتير حلوة كأني يعني طريق سفر، فحكالي عنها كتير. فقلت لا، لازم انا كمان اخربط حالي، ولا سيما روح قلبي استكشف مناطق جديدة، وخصوصا بغازي عنتاب، يعني هذا المقدور عليه. وعلى فكرة مو شرط يكون عندي سيارة، ومو شرط انه يكون في عندي اذن سفر. لا، غازي عنتاب كتير حلوة، فيها مناطق حلوة. اللي بحب يستكشف بحب يلاقي مناطق حلوة بلاقي. وما احكي لكم وانا عم اتمشى هون صرت اتذكر مسلسل ضيعة ضيعة، الشارع تبعوته. يعني عن جد عن جد هالمسلسل كتير من قلبي بحبه. فيعني انا هون على اساس مالي خبر اني انا حدا عم صورني، انه انا ماشي هيك ومتأملة بالطريق وماني عاطية الكاميرا لحدا ولا الموبايل لحدا، وعم بقول له صورني وانا هيك عم بتمشى. يعني شوفوا هيك، يعني صور عفوية. ايه صدقتوا؟ صدقتوا انه تكون الكاميرا موجودة هي عم بتصور؟ عن جد بتصير معنا كواليس بالتصوير كتير كوميدية، وكتير فيها نهفات حلوة. شوفوا شوفوا هون مالي خبر عم طلع بالأرض، ما حدا عم صورني يعني. عم امزح معكم بس هيك للنهفات الحلوة اللي بتصير معنا. بس عن جد يعني أنا بحب أنقلكم صورة حلوة عن الولاية اللي أنا فيها، المدينة اللي أنا فيها. رح أحمل ذكرى حلوة كتير بهالقناة هاي. المناطق الحلوة رح تبقى ذكرى لإلي أكثر ما تكون للمشاهدين. المشاهد رح أنقل له إن شاء الله هيك تفاؤل، يعني نظرة حلوة عن البلد اللي أنا فيه، نظرة تفاؤل للطبيعة. حتى كمان ممكن يستوحي أفكار حلوة. يعني صحيح نحن هذا الشيء عم نعمله مقصود يعني، وفي ناس بتسميه تمثيل. لا، هذا مو تمثيل، هذا رح يبقى له طابع خاص فيني وعند المشاهدين. يعني ممكن بهاللحظة اللي انتم عم بتشوفوا فيها اني انا قاعدة بالطبيعة عم فرط الفول، يخطر في بالكم تطلعوا على نفس المكان وتقعدوا ما تصوروا، بس تعيشوا اللحظة. عن جد انا في حكمة سمعتها بحياتي من احد علماء النفس. مثل السعادة بتسعد، مثل الفرح بتفرح، مثل الغنى بتغنى. فهذا الشيء كلياته حتى لو كان يعني نحن عم نصوره، لا عم نعيشه بنفس اللحظة، عم نعيشه. فحلو انه الانسان ياخد ذكرى حلوة له ويعيش فيها. صدقوني المتعة اللي انا عم اشعر فيها هلأ بتفريط الفول بهالمكان بتمناها للكل.
وهون خلصت تفريط الفول، وكان من المفروض اطلع من هالموقف هاد، بس لا انا فضلت امشي. على فكرة يمكن ما بعرف اذا بتعرفوا عني هالشي ولا لا، بقطع انا بسم الله ما شاء الله يعني كيلوات المترات مشي. بحب المشي كتير، يعني فيكم تقولوا من هواة المشي. يعني مثلا حتى البسكليت تعلمت عليه مشان اقطع فيه مسافات، بس لحد الان ما عم اتجرأ امشي فيه بالشوارع، ولكن كتير متحدية نفسي انه امشي 11 كيلو متر و12 كيلو متر، فاللي الله بيعيني عليه. فانا عم امشي بالطريق، طبعا في معي عائلتي، وقت اللي يشوفونا عم نمشي يوقفوا سياراتهم، يوقفوا الباصات، انه نطلع، لا ارفض اطلع. لما بالاخير طلعت لا المشوار رح يكون كتير طويل، فعلى اقرب موقف وقفنا وطلعنا. فهذا المكان يلي كنت فيه اسمه جني شهير. المنطقة هي بيقولوا لها توكي، كلها مشاريع بناء، فيعني حلوة كتير، الله يهني اصحابها فيها. ولكن اذا بدي مثلا اسكن فيها صعب كتير 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 صعب بمنطقتي، وعم بلاقي صعوبة. فما بالكم في هذيك المنطقة، يعني رح تصير كتير بعيدة عن الأسواق وعن الأمكنة المفضلة لإلي يلي بجيب منها أغراضي، يعني رح تكون كتير بعيدة. فلذلك لا، المكان اللي أنا فيه كتير حاببته وكتير عاجبني، لحتى رب العالمين ما بنعرف وين بنصير بعد فترة. وهي الكزدورة كلياتها بحجة الفول. وبعد ما رجعت على البيت، ايش رأيكم انه ما جبت الفول؟ رجعت على البيت، سويت كم شغلة، ورجعت نزلت كمان على اقرب مول لإلي. مع الاسف 4 5 مولات ما كان عندهم فول، لحتى لقيت بأبعد مول عن بيتي، واخذت الفولات ورجعت على البيت رقد لحتى لحق الطبخة. الساعة 11 كانت نازلة من على النار. شفتوا الشطارة؟ يعني على قولة المقولة علمتني الحياة. صحيح قبل ما أقول لكم المقولة، حطيت زيت زيتون وتوم وكزبرة، وطبعا الفول شفتوا شلون ما سود أبدا، لأني حاطة رشة ملح ليمون صغيرة مو كتير، ضل على لونه الطبيعي. وبنرجع على مقولة علمتني الحياة. صدقوني ما في شي بلتزم فيه إلا مواعيد الامتحان بس، ومع ذلك ياما متأخرة 5 دقايق و10 دقايق. يعني 5 دقايق لخال بيقولوا لي الله معك رجعي على البيت صدقوني مو مواعيد الأطباء. يعني أنا بروح على موعد الطبيب إيه يعني، بس ولكن ما بروح أنا على مشافي حكومية أبدا. هون بتركيا نهائيا ما بفوت مشافي حكومية أبدا. مثلا بروح على دكتور سوري، عرفتوا كيف يعني، خاص. فبكافي الوقت اللي بدي اياه انا، ما في شيء بيجبرني على وقت الا يكون مثلا مثل تحديث بيانات هذا الشيء تعودنا عليه هون، مثل مثلا اجراءات اوراق هيك شيء. اما شيء يلزمني اني اروح والله على بكير واعمل شيء من شانه، لا ما في شيء بيجبرني اقلق راحتي كرماله. اللي بده يصير رح يصير، انا تاخرت ولا ما تاخرت. ولكن مو معناتها اني انا اذا التزمت بموعد مع حدا بالساعه كذا رح يجي او بالساعه كذا رح روح او اي شيء، انه معناتها اني انا ما التزم بالساعه والدقيقه. لا، وقت بدي اعطي موعد بعطي موعد دقيق. بس والله في من نومي كرمال روح على مكان او كذا، لا 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 لا، باخذ راحتي وعلى 24. وباليوم الثاني سلقت حب الفول مشان اطبخه رز وفول. حطيت بمية السلق معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة سكر. السكر مشان يحافظ على لونه الأخضر. ولازم ننتبه على شغلة كتير مهمة، ما لازم نخليه يغلي كتير على النار، مو أكتر من دقيقة، ومنبلش منطالعه على مي باردة. وبما انه ما رح اطبخه بذات الوقت، فرزته بالفريزر، ورجعت كمان جبت كيلو فول وفرطته. وان شاء الله يوم اللي رح اطبخ الرز الفول رح صور لكم الطريقة. وهي طريقة تفريز حب الفول بنفس الوقت، للطبخ وللتفريز. ولهون أصدقائي وأحبائي وصلت لنهاية الفيديو. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو مثلكم. وهلأ بقولكم سلام.